انا زعلت في حاجه. بص يا احمد، في واحد دخل هو معانا من زمان. هو معانا في اللايف من زمان، يعني بقاله فتره معانا تابعنا. اول حاجه هو ما قالش حاجه، ما اعرفش بيقول عايزه اديك هديه ولا ايه. طبعا يا جماعه انا ما بتواصلش مع حد على الفيسبوك اصلا، يعني على السوشيال ميديا خالص انا ما بتواصلش مع حد، دي حاجه. تاني حاجه، سالم عمل له حظر. هو بيقول الكلمه وسالم يعمل له حظر، ينفع؟ عمل له استبعاد. يعني في ناس كتير قوي بتعملها استبعاد من غير ما نعرف. لا يا ولد الله حرام كده، الكلام بتاعتها هتقف. ايوه اللي بيتكلم كلام وحش انا مديكم مفاتيح، اللي بيتكلم كلام وحش تحذروه. لميس لازم تاكلي البيض ده بعيش يا ماما، برغيف في واحد صغير. انتي اختي الكبيره، انا زعلتك في حاجه؟ لا يا احمد، بس انا الصراحه شلت المفتاح منك ومن سالم، ومش هحط عليك حد مفاتيح خالص. اي حد بيتكلم كلمه وحشه انا اللي هحذره بايدي، انا اللي هعمل له حظر. انا مش هحط عليك حد مفاتيح خالص تاني، ولا انت ولا سالم ولا غيره. تسلم يا احمد، تسلم. لا اصلا سالم ساعه ما شلت منه المفتاح قال لي سلام، هعمل لك ايه يا سالم يعني؟ انا الكنبه بتاعتي واقعه اصلا خالص، وحياه ربنا واقعه. الكنبه بتاعتي كان بيبقى فيها 500 و600 و1000، الكنبه بتاعتي بقى فيها 8 و10 بس. الكنبه بتاعتي واقفه خالص. يلا الحمد لله. انا اسفه بجد والله، اللي اتعمل له حظر انا ما اعرفش مين، بس عن جد انا اسفه وبعتذر له يعني. انا ما اعرفوش مين اسمه، عامر ولا عمر. دقيقه عشان التليفون يفصل شحن. لا يا احمد، على راسي من فوق، انا مش زعلانه، هزعل ليه والله. كل اللي موجودين على راسي من فوق اخواتي، ربنا يحميكم يا رب، ربنا ما يجيب زعل بينا يا رب. والله الدنيا ما تستاهل والله العظيم.